مرحبا، يسعد أوقاتكم أصدقاء. يسعد أوقات الجميع إن شاء الله. أتمنى أكون استفادتوا من الفيديو الماضي اللي شرحنا فيه عن أبعاد بين المفاتيح. أبعاد إن شاء الله أتمنى يكون الكل استفاد من هذا الشيء. اليوم راح نشرح شيء تاني اللي هو اسمه المدرج الموسيقي. طبعا المدرج الموسيقي كمان له خطوط وفي له فراغات مثل ما شايفين نحن هذا. لكن قبل هذا الشيء لازم نعرف انه كل مدرج في عليه علامة. هاي العلامة الموسيقية اللي ممكن انت ترسمها بنفسك على الورقة وانت تكتبهم كمان لحتى تحفظهم بشكل جيد وبشكل ممتاز. طبعا هذا اسمه مفتاح الصول بناء على الخط الثاني لأنه اسمه رح يكون الخط الثاني الصول، فلهذا الشيء تبدأ العلامة هاي بالصول دائما. فدائما رح تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، يعني لما رح نقرأ أسماء الخطوط رح تبدأ من الأسفل إلى الأعلى. لما نبدأ أسماء الفراغات أيضا رح نبدأ كمان من الأسفل إلى الأعلى. وهيك رح نشوف شو هن أسماء الخطوط. أول شيء طبعا بالإضافة لهدول الخطوط في خطوط تحت المدرج الموسيقي، في خطوط فوق المدرج الموسيقي. طبعا الشرح دائما يعني قصير جدا. ممكن الأيام الجاي الأيام المقبلة نعطي شرح أكثر وواضح كمان أكثر، لكن اليوم رح نبدأ مبدئيا أحفاظ بهذا الشكل، أحفاظ هيك بهذا المستويات، وبعدين شوي شوي رح يزيد المعرفة عن كل شيء إن شاء الله. أول مفتاح رح نبدأ أول خط اسمه هذا المي، بعدين بيجي الصول، بعدين بيجي السي، بعدين بيجي الرا، بعدين بيجي الفا. مي صول سي را فا. هدول أسماء الخطوط. بنجي على أسماء الفراغات. الفراغات يعني هدول الفراغات طبعا عبارة عن 5 خطوط و4 فراغات. أسماء الفراغات هي فا، لا، دو، مي. فا، لا، دو، مي. أسماء الفراغات. قلنا دايما تبدأ من الأسفل إلى الأعلى. هذا هو شرح عن الأسماء والخطوط. أتمنى يكون يعني سهل جدا. دايما لازم تكرر وتتابع العملية أنت حتى تحفظ هذا الشيء، لأن هذا الشيء راح يفيدك كمان مستقبلا أنه أنت تتعلم النوتة الموسيقية. يعني إذا أنت شفت العلامات أي علامة موسيقية على هذا الخط لازم تعرف أنه هذا الخط شو اسمه. يعني مي، صول، سي، را، فا، مثل ما تعلمنا. عيد الفيديو وكرر لحتى تتعلم بشكل جيد ويترسخ في ذهنك. إن شاء الله في الفيديو القادم رح نتكلم عن العلامات الموسيقية. رح نبدأ بعلامات الصوتية، وبعدين رح نجي العلامات الصمتية. رح نشرحهم كمان أشكال العلامات، يعني كيف مشان إذا شفناهم نتعرف عليهم. أتمنى يكون الفيديو واضح وتستفيدوا إن شاء الله كلياتكم. استنونا في الفيديو القادم وتكونوا بخير. مع السلامة.